مرحبا بكم الناس الكل. الفيديو هذا باش نوريكم طريقة الاحتفاظ بأوراق الملصوقة اللي عملتها لكم في الفيديو اللي فات، واللي ما شافش الفيديو نخليله الفيديو في صندوق الوصف، وشوفوا معايا باقي التحضيرات اللي نعملها في رمضان وحتى في غير رمضان، اما سبيسيالمون في رمضان باش نربحوا اكثر وقت في الكوجينه، باش ما نقعدوش برشا وقت في الكوجينه، بما انه شهر عباده ان شاء الله يا ربي يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركه. الملصوقه هاي نحطها في ساشي هكايا خشينه شويه، ومن داخل نجي ناخذ البابي سولوفان، نحط 3 طبقات نتاع ملصوقه، ومن بعد كي نجي نجبدهم حاجتي بهم معناها كل واحد وعلى الحاجه نتاعو. انا عندي مثلا 3 من الناس في العائله، دونك نحط 3 طبقات ملصوقه. ها هاكا طبقه وطبقه هكا، طبقه هكا هكا كلهم معناها يفرقوا بيناتهم هاك البابي سولوفان هذاك. ها هي ها هوكا مكنجلين، ها هما مكنجلين، تخرجهم تحطهم على شيره في بلاصه هكا على شيره، تخليهم سويعه من زمان ولا قداش حتى اللي يرجعوا كيما كانوا. هو شوفوهم من بعد توا باش نحالهم الثلج نتاعهم، باش نعملهم صويبه ان شاء الله. شوفوهم توا كيفاش ولاو كاينهم طابوا توا. وهي الملصوقه بعد ما تنحى الثلج نتاعها، شوفوا كاينها ماهيش هي المثلجه جمله. انا عندي استوس نحطها في الميكرووند، دوره صغيره في الميكرووند، وبعد نخرجها باش يساعدني على يتنحى الثلج، وتصبر بالكدا تقعد بالشهر بالشهرين. انا قعدت لي مره قريب 3 شهور، قعدت لي ما صار لها حتى شيء، ما جربتش اكثر الحقيقه. ومن تحضيراتي لرمضان زاده ناخذ اللحم الدجاج هذايا ونحيلو الحرف نتاعو. ها ماني مساسه انا ناخذ بالباكي 10 كيلو، باكي نتاع كويس دو بولي يشدني الحق شهرين، معناها كي ولا عندي كونجيلاتور ولا يشدني شهرين مع معناها اللحم متنوع. نقص الشيره هذايا هايك، هذا العظم هما يعملوه باش يرزنوا به الميزان. الشيره هذه نقصها نتاع الزدر، هي اللي قريبه للظهر بلوتو مش للزدر. نقصها وهكايا تروف هكايا، ونحط كل 3 ولا 4 تروف مع بعضهم في ساشي. هذيك نعم نكه بهم الشوربه، كي باش نطيب الشوربه مش لازم ديما نطيبها باللحم، او كان نكهها بالوحده بالعظام نتاع الدجاج. ومن حاجات زاده اللي نحضرهم من رمضان اللي هما الفريز. ناخذ الفريز دوب ما ناخذو هكا نغسلو مليح، نشلو بالماء والخل وما نخليهش يتنفخ برشا باش ما يترضرضليش، ومن بعد نقصو طروف ونرش عليه السكر ونحطو في الكونجيلاتور. هما هذوما مقصوصين هكا، نقصهم طروف نرش عليهم السكر ونحطهم في الكونجيلاتور، وهكا نجبدهم نهار اللي نبدا حاجتي بيهم. نجبدهم مثلا قبل بساعتين ولا 3، نحطهم في قمصان الماء نتاعي، ماء يبدا دافي وهما باردين باش يدفيو في ساعه، وبعد نرحيهم هكا. هو معناها هذيك هي الحكايه. تحبوا تزيدوهم من بعد قارص ولا برتقال، كل واحد يرجع له اللي هو. ولهنا توا خذيت القناريه، واخيرا لقيت قناريه رخيصه، الخمسه بانورو نلقاهم حاسيلو الخمسه بانورو. هذوما خذيتهم الزوز بانورو 50، هذوما الزوز بانورو 50، وهذوما الكل 10 خذيتهم بدورو. حاسيلو وين واحد يلقى الفرصه هاكا ما يفلتهاش. توا باش نصبر القناريه وباش نقصها ونصبرها، نخليها لكم في فيديو وحدها. والسيترونات كيف باش نغسلوا ونصبروا ونخليه لكم في فيديو وحده. والمعدنوس عادي جدا، يعني نظفوا ونغسلوا، معناها نقيه بالكعبه ومن بعد نغسلوا ونقصوا طروف نحطوا في ساشيات في الكونجيلاتور طول. وهوني عندي الفلفل الملون اللي نستحق له بعد ساعات في وصفات هكايا، كيف نغسلوا ونقصوا طروف هكا طويله شويه ونحطهم زاده في ساشي ونجبد منهم كل مره بشويه. والفريز نجمو زاده نقصوه هكايا تريفات هاكا، معناها يتكنجلوه ولا تقصوه طروف. اما هذا يتاكل فرشك معناها، ويتعملوا شويه سكر ولا سكر فاني، ولا اللي ما يحبش يحط سكر ما يحطش، شويه عطرشيه. وفما شكون يحب الزهر نجموا تحطوا له زاده سكر فاني كما قلت لكم، تنكهوه وتقدموا تزينوا فوقه كريم فريش، كريم شونتي، حتى ياغورت، كلاس نجموا تحطوا فوقه اللي تحبوا. كملت فرست الدجاج، هوني خليت 6 فخاد كاملين هكاك. هذايا اللي قصيته غزر كيفاش، معناها ينكه بالكدا تبارك الله، جاب برشا. هذوما اعلى الفخذ نتاع الدجاج وحده، زاد نلمهم وحدهم، والاسفل الفخذ زاد نحطهم وحدهم، نحيت لهم الجلده نتاعهم هايكا والشحم الزايد وكل هكا. هذاك مطور رصفهم. طنجره نحن نحط 3 كعبات مثلا، نجي في كل شكاره نحط 3 كعبات هكا كي بعضهم،
والاخرين كيف كيف 3 كعبات كي بعضهم. وهذوما في الطنجره مثلا نرمي زوز هكايا مثلا طروف كبار هكايا، هاكا نحطهم زاده في شكاره وحدهم ولا 3 طروف كيما تحبوا. واللحم المفروم زاده ناخذ هكايا مثلا 2 كيلو، وكل ساشي نحط فيها كمشه، ومن بعد نحلها نقسمها نوريكم كيفاش باش نعملها. لهنا عبيتهم هكا في ساشيات، قسمتهم ساشيات كبار خاطر عندي على 5 ساشيات. لهنا معلومه هامه جدا، اذا تمسوا اللحم قبل ما تمسوه تغسلوا يديكم باش ما تفسدوش، معناها تبداش في مسيتو خضره ولا حاجه. وبعد ما تغسلوا اللحم ما تمسوا حتى شيء، تغسلوا يديكم طول على الجراثيم الموجوده في اللحم زاده كيف كيف ردوا بالنا. لهنا نجيها هوا ناخذ الساشي نتاعي هكا وننزل عليه بالكدا، نوزعو هكايا وما نخليهش خشين باش من بعد يتنحى منه في الجفيسه، ما نقعدش نستنى وقت يبدا حاجتي بيه. نجم ناخذ لهم حتى قلقال، نجيب القلقال هكا هكا. ومن بعد نجي كيفاش نقسمه، مثلا انا نبدا حاجتي بالكميه هذيا، مش نعمل مثلا بريك ولا حاجه هكا، تكون مقسمه حاضره امورها واضحه. نجي نعمل لهم هكا ولا بيدي هكايا، نقسم بلوك 2 3، هاك كل ساشي فيها 3 بلوكيت، ونحطهم في الكونجيلاتور فوق بعضهم هكاك. وهذوما الساشيات نتاعنا ها هما حاضر. يقول قايل فاش قام نوري في الحكايات هذيا ماهيش استعراض لا حتى شيء، فما برشا عرايس جدد والا نقلوا ولا جاوا لفرنسا، وسورتو معناها لفرنسا، معناها نحكي خاطر معناها هذاك باش نجم ننفع باللي انا عشته من تجربه نتاعي. يعني تلقاو اللحم المفروم ديما عاملينه بروموسيون 2 كيلو ب 10 اورو، ساعات 9 اورو، ساعات 8 اورو 2 كيلو، معناها افار باهي وديما موجود، معناها في الجزيره تقريبا الكل موجود 2 كيلو ب 10 اورو هكاكا، خير ملي تاخوه الكيلو ب 6 اورو حاجه ولا 6 اورو ساعات يوصل. ما عليناش ان توكا تاخذ داك 2 كيلو نتاعك هذوك وتقسمهم، اوزن قداش من حاجه ينجموا يعملوا لكم. هما 5 ساشيات وكل ساشي مقسومه على 3، معناها لهنا يعملوا لكم 15 وصفه. معناها هذا كان طيب بها كل يوم نص شهر ديجا قضيت ورجلت امورك، يعني سافا. حتى الحم الدجاج معناها تنجموا تعملوا بنفس الطريقه، تاخذوا سكالوب مرحي ولا حاجه تعملوه بنفس الطريقه، ومن بعد وين حاجتكم تنجموا تجبدوا تفوحوا بيه تنكهوا بيه، تنجموا تستحقوا في وصفه 2 بلوكيت، تنجموا تستحقوا في وصفه 3 بلوكيت، كل واحد معناها وكل الوصفه واش تستحق. هذه حاجه من الحاجات. انا في شهرين يشدني اللحم كي ناخذ من كل نوع حاجه، مثلا الباكو هذاك نتاع 10 كيلو ليكويس ناخذ معاه 2 كيلو لحم مفروم، وناخذ معاه كيلو علوش وساعات كيلو مرقاز، وناخذ معاه 2 كيلو صدر دجاج، وناخذ الحوت. هذوما ما شاء الله يشدوني شهرين بالكدا، معناها واحد ياكل ما شاء الله، معناها فهمتوا معناها حاجه فهمتي كيفاش. هاكا نرصفوا على معناها قدامي فريز شنو باش نعملو. نجي هكايا بالطريقه هذه قصوا على 2 ولا نقصوا دي ترونش كبار، معناها مش مشكله هكا. ونرش عليه السكر ونحطه في الكونجيلاتور. انا هكا ناخذ كميه نعمل بها سلاد فخوي، ما الا نعملها بالزهر ولا بالعطرشيه والسكر، وكعبات بنتي الحق ما تحبش العطرشيه والسكر نخليهم لها تاكلهم هي، والباقي نحطه في الكونجيلاتور هكا كنلم ساشيات، مش معناه ناخذ بالذمه ونحطه الكل في الكونجيلاتور. نجي هكا نرش عليه شويه سكر ونحطه في ساشي، خلطوا على اخواتي. بسم الله.
نجمو تعملوا له عصره قارص بالوقت، والا خلي انا ديما اللي عجبني القارص فرشك، يعني في الاخر نعصر ونحط مش نصبروا بيه هكا. هذه هي طريقتي في تصبير الفريز للجو. زاد عندي الفلفل هذايا الملون قلت لكم، مادامو فرشك هكايا ما نخليوهش حتى يذبل باش نقصو ونحطو في الكونجيلاتور. ناخذ فرشك من هنا ونقصو ونحطو نستحقو كما قلت لكم الوصفات السريعه. نقصو هكا هكا هكا. هاو كملنا الفلفل متاعنا. صدقوني شدني مده طويله هذايا، راهو كيما قلت لكم راني جوست نكه بيه هكا. هاو ناخذ ساشي هكا ولهنا عندي القراع الاخضر، خاصه القراع هذايا مش موجود برشا، واذا لقيت منه باش نلقاه غالي على الاخر، دونك فرصه اذا ناخذوا. استعملتهم قعدوا لي 3 هذوكم قبل ما يهضهطوا ولا تصير لهم حاجه، نقصهم ونحطهم في ساشي كيف كيف في الكونجيلاتور. نستحقهم السلطه المصموطه، والا باش ترميهم كاملين في الوحده في الكسكسي ولا حاجه، تنجموا تخليو كعبه هكا تقصوها على 2 ولا تقصوها هكا بالطريقه هذه، والا تقصوهم دي ترونش كيما تحبوا نتوما. انا لهنا حسب الحاجات اللي باش نعملهم وكل شيء، ولا تسطيره ولا كفتاجي تبدا كل شيء عندك حاضر. وهذا زاد كيف كيف ما عادش باش نستعملو، نعرف روحي مانيش باش نستعملو، باش نقصو كيف كيف ونحطو في الكونجيلاتور يكون اضمن وخير. نجي نقصو بالطريقه هذه، نحب نعملو مشرف هنا هكايا. هكا وهكا. واخر حاجه في الفيديو هذايا ان شاء الله اللي هي المعدنوس، بعد ما غسلناه مليح مليح، وبعد معناها شقاله في شقاله فاتحه نغسلوه ماذا بينا، ونشوفوا القاع نتاعها كي نوليو ما عادش نراو فيها كالتراب هذاك، معناها نضاف بالكدا معانا، ونستقطروه مليح. بعد نجيو نقصوا هيك الساقين نتاعهم. فما شكون ما يقصش الساقين هذو يستعملهم، كل واحد يعمل اللي يعرفه مستانس يعني. واللي نكملو نحطو في شكارتو هكا فول. ماذا بيكم تشيحوه على الاخر على الاخر، سينو هاك الماء هذاك يولي ثلج.